النهارده الاربع 25 يناير 17 طوبة. خرجنا في يوم مشمس جميل رائع. يوم الدنيا هادية. خرجنا الساعة 8 الصبح نتمشى كده، نتفسح أنا وابني وأولاده أسرته أولاده، وخرجنا. كانت فسحة جميلة قوي، وزي ما انتم شايفين كده روعة بجد. يعني بصوا احنا رحنا على دريسبس. دريسبس مكان رائع من ارقى الاماكن اللي في بورسعيد، وكان في هنا اسمها حديقة التاريخ. شالوها وعملوا مكانها حديقة جميلة ومكان جميل، وشالوا اللي هو المحلات اللي كانت على القنال، اللي هي كانت المراكب بتمشي وكانت بتبان، والوقت بتبان اكتر لان في سور كانوا عاملين مينا بره السور، واكيد في لسه المينا دي موجودة فيها مكاتب للشغل وكده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. فكانت شايفين السور اللي هناك دون. لما المراكب بتيجي بتقف بتبان، وهصور لكم في مره كان في مركب كبيره كانت واقفه، بس انا بصراحه كنت راكبه عربيه فما صورتهاش. بتيجي مراكب بتقف في الكنال، وبتبقى بورسعيد من الاماكن التحفه الرائعه اللي تحبي تروحي في اي اماكن فيها، وخصوصا عند المينا وعند اللي بتودي لبور فؤاد. وزي ما انتم شايفين كده طبعا بعيد عن بور فؤاد، بس هي بنعدي لها معديه. هبقى انزل برضو بور فؤاد وهركب المعديه وهصورها لكم. هنا زي ما انتم شايفين عاملين زي ما في ابراج هناك واماكن جميله قوي ومحلات. فطرنا، جبنا شقق فول وطعميه وفطرنا والحمد لله، وقعدنا في الجو الجميل دون. وبعد كده رحنا زرنا اماكن تانية، ونفسي اروح حوض الملح اللي هو في بور فؤاد. ربنا يسهل وابقى اروحه ان شاء الله يا حبايبي، وهوديكم واوريكم لكم بامر الله. ده الرمز ده ما اعرفش بيرمز لايه، واتمنى لو حد يعرف يقول لي. وطبعا شايفين الحديقه والزرع رائع رائع. اتمتعوا بكل حاجة في بلدكم، سواء أرياف، سواء أماكن جميلة، في أكيد حاجات حلوة. شوفوا، خلي عينيكم تشوفوا الحاجة الحلوة، ما تشوفش الحاجة السلبية، شوفوا الإيجابية وعيشوا على إن الحياة حلوة كلها ألوان. الحياة متلونة بالأحمر والأخضر والأصفر، وما كانش الحياة ملونة على الحلو والوحش، ما كناش عشناها. الحياة يوم كده ويوم كده، ودايما كونوا متفائلين، وانتوا تفاؤلوا للي حواليكم، لان السعادة لما تكون جواكم بتوصل للي حواليكم. زي ما انتم شايفين كده رحنا بعد كده البحر، ويا جمال البحر والشمس الجميلة، بالرغم ان احنا في طوبة و17 طوبة النهارده، بس الجو تحفة تحفة تحفة. يا رب كده دايما بلدنا طعمات وبلدنا جوها تحفة في الصيف والشتاء. اتفضلي اتكلمي. على صوتك. البحر ده بيبقى احسن حاجه، بيبقى فيه طاقه ايجابيه، ولازم تبقوا متفائلين زي اننا دول المتفائله. كمان اننا دول المتفائله بتضحك كل يوم لما تجي وبتفرح لما بتصوروا. انا عايزاكم تعملوا اشتراك للفيديو ولايك، وتحبوا ان دودو وتتفرجوا عليها في كل قناتها طبعا. مطبخ نانا دودو. سلام. بعد كده رحنا لقينا قطة جميلة كده نايمة وقاعدة تنظف في نفسها وتتمرغ في الرمل. ابعد عنها ابعد عنها. زي ما شايفين ابعد عنها. بس العيال طبعا ابعد ما عنها سابوهاش في حالها، وراحوا يعكسوها. فطبعا هي القطة خافت، كنت نفسي اصورها زي ما كانت بتاعي عايز يضربها برجليه. باباهم بقى قال لهم لا ما تضربوهاش، اعملوا لها كده في دماغها، طبطبوا عليها. طبعا هم طبطبوا عليها وشدوهم، خايفه عليهم لا القطه تخربشهم ولا تعورهم. فطبعا طبعا مرات ابني بتخاف عليهم قوي، فهي ربنا يحميهم. فطبعا باباهم بيقول لهم لا ما تخافوش، بصوا القطه حلوه وما بس يا رحيم. طبعا رحيم عايز يشد ودنها، قال له لا يا رحيم حاول ان انت تطبطب على ودنها. الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان بشويش وبالراحه. هو طبعا بيعملها بخوف، اول مره يجي جنب قطه. طبعا اخته اللي كانت بتخاف من القطه بدات عايزه قطه، مش هتزن وتقول عايزه قطه، جيبوا له قطه. طبعا ان تجيب قطه في البيت دي مشكله.
بصوا يا حبايبي طبطبوا عليها. القط الحيوان زي البني ادمين كده، عايز طبطبه وعايز الحنيه وعايز الاحتواء، مش البني ادم بس، والله كل هي الكائنات، الانسان الحيوان والطيور وحتى الشجر محتاج برضه طبطبه عليه. كله بيحس. لكن في بني ادم، في ناس مفقودة احساس، متهيألها ان الناس حجر ويتعاملوا مع الناس قسوه. طبعا ربنا هيحاسبهم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، القطه فرحانه بيهم، بشوش مسكينه يا كده رحيم. وقاعده ايه، خلي عندك رحمه يا رحيم. اللي هم بيطبطبوها لها. شوفي لا مش عاملة مفتري، إزاي؟ ده حلو بيحب القطط. وطبعا هم لا، لا كويس. ومامتهم طبعا قاعده بس يا ساره، بس يا ساره، هم بس يا تعالوا ساره. هنا. المنظر يضحك بصراحه. يلا يا جنة. جنة محددة، جنة صغيرة بحكاف لابسة طرحة. هي عايزة تتحجب، وطبعا ربنا يهدينا جميعا. حلو في السن ده. وجنات برضه في أزهري خلاص. بتروح المدرسة يلا. بس هي لسه طفلة. يلا يا بيبي زي يلا. ما انتم شايفين بتحفظ قرآن الحمد لله، وربنا يحميهم ويبارك فيهم ويبقى دانهم كل شهر. زي ما انتم شايفين